السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة فيديو مختلف تماما. الفيديو النهاردة مطلوب مني من امريكا ان انا اعمل ملوخية. ليا صديقة هي من مصر بس عايشة في امريكا مغتربة. الفيديو ده هعتبره لكل المصريين المغتربين او لأي حد مغترب، او بنفكر بعض باكلة كنا بناكلها زمان واحنا صغيرين، او في بيت جدتنا او في بيت مامتنا. أكلة حلوة كده وربنا يرجع الغيب كله يا رب. أنا النهاردة هعمل ملوخية خضرة، هي طلبت مني ملوخية خضرة. يلا بينا نسمي الله ونصلي على سيدنا محمد ونشوف احنا هنعمل الملوخية دي بتكات رهيبة جدا. مش هتشوفيها غير عندي وبس، بجد مش هتشوفيها غير عندي وبس. غسلنا الملوخية كويس قوي طبعا، بس احنا لسه ما صليناش على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا الملوخية طبعا، انا بعد ما قرطفتها مخلية حتة منها كده من العروق بتاعتها، علشان خاطر الملوخية لما بيبقى ليها عرق بتدي تسكيرة كده حلوة جدا، وبتدي طعم لذيذ في الشوربة، او بتدي طعم الملوخيه بيبقى حلو جدا جدا. طيب، بعد ما اتغسلت الملوخيه، لو عندك كميه من الملوخيه كبيره ممكن تحطيها في كيس مخده وتغسليها تشطفيها شطفه كده في الغسال. جبنا الملوخيه بعد ما نشفناها في فوطه علشان هي كانت صغيره. التكه بتاعتي بقى والتركه بتاعتي هي الكزبره الخضراء. هبحط معاها وهي بتتخرط كزبره خضراء، وبحط توم كام فص من التوم، وبحط قرن فلفل عادي رومي مش حامي يعني، او عايزه تحطيه حامي براحتك خالص. بخرط بقى الملوخيه على ايدي بالمخرطه، بخرطها شمال ويمين ويمين وشمال. طبعا هوريكم كمان انا حطيت ايه مع الملوخيه. اول حاجه، الملوخيه بيكون ليها العرق بتاعها، مش بتبقى الورق فقط. تمام. وبحط معاها كام فص من الثوم، وبحط معاها قرن فلفل وشوية الكزبرة الخضراء. بجد جربوها بالطريقة دي هتبهري اي حد ياكل عندك الملوخية. وطبعا وانتي بتعملي الطشة بتاعة الملوخية هتحطي معاها كزبرة حب، بس طبعا هتصفري التومة الاول. تمام. وهتحطي معاها قطعة من السمن البلدي او الزبدة البلدي، هتخلي ريحتها جايبة لاخر الشارع، وبجد بجد هيقول عليكي ست شطورة. طيب، انا عملت الملوخية على ايدي بالمخرطة عادي جدا، لا عملتها في كبة ولا عملتها في الخلاط، علشان تبقى محتفظة بقوامها وتبقى ماسكة نفسها. طيب، بصوا بقى، قعدت اخرطها شمال ويمين ويمين وشمال، جبت اخرها خالص. طبعا اهم حاجة وانتي بتخرطي الملوخية او بتعملي شغل البيت هتعمليه على تسبيح ربنا، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. طبعا سألوا السيدة عائشة عن سر طعامة الأكل بتاعها، فقالت لهم يعني بما معناه، أنا مش هتكلم باللغة العربية الفصحى عشان ممكن حد يسمعني من الأزهر وكده ف يقول لي انت قايله الحديث غلط، بس مش مشكله، هقول اللي انا قايلاه بالعاميه. سألوا السيدة عائشة على سر حلاوة الأكل بتاعها، فقالت لهم بما معناه ازاي ما يبقاش الأكل بتاعي لذيذ وأنا بعمله على التسبيح. خلاص. طيب، فسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله العلي العظيم واتوب اليه. طيب، انا عملت ايه؟ طبعا دي التوابل اللي هستخدمها في الشوربه بتاعتي: ورق لوري وحبهان وفلفل اسود وكبابه صيني وملح بتاعي، وعملت فرمت الثوم. تمام. مش هحط الثوم الاول، مش هحط الكزبره الاول، هحط الثوم الاول يصفر، بعد كده الكزبره الحب المطحونه مع السمن البلدي، وتفرجي وشمي الريحه. وطبعا بقول كمان نص معلقه، بقول كمان نص كيلو الملوخيه عليه 6 كبشات من الشوربه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.